النهاردة هنتكلم عن 10 عادات بتدمر ميزانية البيت وبتضيع مصروف الشهر كله. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. النهاردة هنتكلم عن موضوع كل بيت بيعاني منه وفعلا بيأثر على حياتنا اليومية والميزانية. كلنا بنشتكي إن المصروف بيخلص قبل نص الشهر وساعات مش بنعرف هو راح فين. النهاردة هقولك على 10 عادات بسيطة بس خطيرة جدا بتخلينا نضيع فلوسنا من غير ما نحس. خليكي معايا للآخر عشان هقولك في الآخر كمان ازاي تظبطي ميزانيتك بخطة ذكية. أول خطأ معانا بيبوظ الميزانية أو أول عادة هو الشراء العشوائي. أول عادة ودي أكتر واحدة بتدمر الميزانية، اللي هي ايه؟ الشراء العشوائي. يعني نروح السوبر ماركت نشتري علبة لبن ونرجع بعربية مليانة حاجات ملهاش أي لازمة. طب الحل ايه؟ خدي بالك ادي احنا بنقول الخطأ وبنقول الحل بتاعه ايه. والحل بقى بتاع الخطأ الاولاني نحله ازاي؟ هقولك يا قمر نحله ازاي. هنجيب ورقة عندنا ونروح كاتبين فيها الحاجة اللي احنا عايزينها كلها وناخدها معانا، ولا نزود ولا ننقص فيها الحاجة اللي احنا عايزينها قبل ما ننزل، وامشي عليها بالحرف ولا زود ولا نقص. ولو شفت حاجة مغرية أسأل نفسي سؤال بسيط، أنا محتاجاها فعلا ولا لأ؟ صدقيني السؤال ده لوحده ممكن يوفر لك نص المصروف. تاني خطأ أو تاني عادة وهي إيه؟ الأكل الجاهز والمطاعم. ممكن تقولي مش كل يوم أنا بجيب الأكل من بره، أنا بجيبه بس مرتين في الأسبوع. طب لو مرتين في الأسبوع المجموع هيبقى في الشهر 8 مرات، ودي كده إيه؟ كارثة. ده كده فعلا يعني مش قادرة أقولك انتي بتعملي ايه في المرتب بتاعك. انتي طبعا لو بتنزلي وتكتبي الحاجة في ورقة وقلم وتلاجتك مليانة، انتي مش هتبقي محتاجة اللي انتي تروحي تجيبي اكل من بره اصلا. انتي عندك الاكل وعندك الحاجة، ايه اللي هيخليكي تجيبي من بره؟ ولو حسبتيها هتلاقي اللي انتي بتصرفي اكتر من نص المرتب على الاكل اللي بتجيبيه من بره ده. جربي تعملي الاكل ده كده في البيت، جربي تخلي مرة واحدة في الشهر اكل من بره وشوفي هيحصل ايه. وكمان حضري وجبات كده سريعة في البيت، يعني هاتي البانيه ده كده وتبليه واعمليه بالبقسماط بالدقيق وبعدين البيض والبقسماط، وبعدين حطيه في العلب الفل دي او في اي حاجة، حطيه في اي حاجة كده فوق بعضه وخليه في التلاجة. جيتي في اي وقت كده مزنوقة طلعي طبق من اللي بقى بتاعت البانيه دي واعملي منها. جالك ضيف جالك اي حاجه هتروحي مطلعه وعامله حبه مكرونه، مطلعه وعامله حبه بطاطس محمرين، وعامله حبه سلطه، حبه شيبسي. يعني ظبطي نفسك كده. تالت بقى خطأ او تالت عاده وهي ايه؟ الفواتير المنسيه. انت طبعا مادام بتاخدي المرتب بتاعك انت طبعا بتبقي عارفه الفواتير دي عليكي ولا على زوجك او على الطرف التاني اللي قاعد معاكي في البيت ايا كان. عليكي ولا عليه؟ لو عليه خلاص اشرب يا اسطى. لو لو مش عليه لو مش عليه هتعملي ايه؟ اداكي وليكن 3000 جنيه، تروحي واخده ال 3000 جنيه دول وتروحي مطلعه منهم الفواتير. هتقولي طب انا اعرف منين الفواتير دي؟ انا مش بقول ان هما 3000، بس انا بقول مثلا وليكن ان هما 3. طيب هنعمل ايه؟ هنطلع منهم الفواتير اللي علينا. مثلا بندفع نت، بندفع ميه، بندفع نور، بندفع غاز. طب هتقولي لي طب انا دلوقتي هعرف منين الكلام ده؟ انت بتشوفي اخر شهر انت دفع فيه كان كام، الشهر مثلا اللي فات دفع كام، دفع مثلا 100، دفع 200، اروح شايله برضو ايه؟ 200 جنيه. ده كده مثلا للميه. طب للنور دفع 100 جنيه، اروح شايله ال 100 جنيه. طيب يعني حتى لو انت هتشيلي ال 1000 جنيه دي للفواتير هتشيلي 500 جنيه للفواتير. انت بتشوفي فواتيرك قد ايه وهتدفعي قد ايه وتروحي شايليهم حطاهم في ظرف لوحديهم، ما تجيش جنبيهم ابدا. يجي بقى بتاع الغاز يخبط عليكي تروحي مدافعه له، يجي بتاع النور يخبط عليكي تروحي دافعه له. ليه بقى بقولك الكلام ده؟ وليه بقى بقولك حطي الكلام ده كله في ظرف؟ عارفه كمان انت مش تحطيه كله في ظرف وخلاص، لا. انت بتعملي ايه؟ تكتبي على كل ورقه كده، لو عندك اللزق اللي هو بتاع بنحطه على التوابل ده، تروحي جايبه اللزقه دي وكاتبه عليها ميه، وتروحي ايه؟ حاطه على ال 200 جنيه دي اللزقه دي، يبقى كده اللزقه دي بتاعه الميه، ال 200 جنيه دي بتاعه الميه، مثلا ال 250 دول بتوع النت، المية دي بتاعت الكهرباء، المية دي بتاعت الغاز. هتريحي وترتاحي. طب ليه بقى انا بقولك الكلام ده؟ قوليلي ليه. صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم
واكتبوا لي تحت في الكومنتات الصلاة على النبي عشان نشوف كده صحيين كده معايا ولا ايه. ماشي ماشي، هنستنى، واللي ما عملش لايك يحط لايك. هقولك بقى ليه يا ستي الكل يا غالية حطيتي لايك؟ اكيد حطيته، انا عارفه، انا واثقه فيكم. ليه بقى؟ لاني فواتير الميه وفواتير الكهرباء وفواتير الغاز عاملين نظام حلو كده جميل، اللي هو لما بتتاخري بيحطولك عليه غرامه. لو انتي مثلا عليكي 100 جنيه، طيب وما دفعتيش هيحطولك عليها 20 جنيه تقريبا، او 25 30 غرامه. طيب انا جيت الشهر اللي بعده كمان ما دفعتش، طبعا الشهر كان ب100، وقولي الشهر اللي وراه ب100، ادي كده ايه 200. طب الشهر اللي وراه كمان ما دفعتش، ادي كده 300. طب انا الوقت لما اجي ادفع، هل انا هاجي ادفع ال 300 جنيه؟ لا طبعا يا غاليه، هما لازم يحطوا التاتش بتاعهم. طب ايه بقى التاتش بتاعهم؟ شوفي بقى، لو كل شهر عليه 30 جنيه غرامه، هتبقى انت هتحطي كام؟ 390 جنيه. طب لو كل شهر عليه 20 جنيه غرامه، هتبقى انت هتحطي 360 جنيه. طيب انا كان عليا بقى من ده بايه؟ انا اصلا كنت عارفه ادفع ال100 جنيه لما اروح ادفع 400 جنيه. طبعا لو هم بيحطوا 30 جنيه على الشهر، هيبقى كده كام؟ هيبقى كده 390، يعني 400 جنيه. يعني انا بدل ما ادفع 300 جنيه دفعت 400 جنيه. طب انا بقى عليا من ده بايه؟ طب ما انا ادفع اول باول كده. عشان كده بقول لكم نمشي بالورقه وقلم، عشان كده بقول لك ريحي نفسك وارتاحي، طلعي الحاجات اللي عليكي اول الشهر. وحاجه مهمه بقى قوي، قبل ما تطلعي اي حاجه من الحاجات دي لازم تطلعي صدقه، لازم من مصروفك تطلعي صدقه. صدقه بقى فلوس. شوفي بقى انت هتطلعي كام، طلعي اللي تطلعيه، يكشي هتطلعي 10 جنيه. عايزه اقولك ان الصدقه دي فعلا هتباركلك في المصروف. هي اصلا الصدقه بتدفئ غضب الرب. طيب ما بالك بقى في المصروف، ربنا هيجعل فيه بركة. وربنا بيقولك أنا الكريم، لما هيلاقيكي كريمة هيقول يعني أنا الكريم، وعبدي هيبقى أكرم مني، لا أنا أكرم منه، وهيكرمك أضعاف أضعاف اللي انت طلعتيه. انت بقى وراحتك، عايزة تطلعي 10 جنيه يجيلك 100 انت حر، طلعي 10 يجيلك 100. وخلي بالك لو ما جالكيش، بس ان شاء الله هيجيلك اضعاف اضعافها. لو ما جالكيش هتلاقي ربنا بعد عنك ايه؟ عيل كان هيتعب وكنت هتروح تدفعي عليه 1000 جنيه ولا 500 جنيه ولا 200 جنيه. شوفي الوقت أقل كشف بقد إيه، كان هيحوش عنك إيه؟ كانت حنفية عندك هتبوظ، وراح ربنا إيه؟ ما خلاهاش تبوظ ولا خلاها يجرالها حاجة. كان أي حاجة هتجرالك في الشقة أو فيكي أو في العيال لا قدر الله، الصدقة دي هتحميكي. والله العظيم بجد جربوا الموضوع ده وهيفرق معاكم جدا، وحطوا النية وجددوا. طب أنا مش عايزة أطلع فلوس، عندك كيس سكر زيادة، كيسين، عندك كيس سكر وباكو شاي وازازه زيت، طلعيهم. عندك السكر بس طلعي السكر بس، عندك باكو الشاي بس طلعي باكو الشاي بس. كل واحد وعلى حسب ميزانيته وعلى حسب هو يقدر يطلع ايه ويعمل ايه. طب انا مش هعمل ده ولا ده، بس هجيب اكل وازود شويه اودي جيراني اودي جارتي زي الفل، 100 فل و10. برضه ده اسمه اطعام، وده برضه نوع من انواع الصدقات. طب انا امي او حماتي ست كبيره وعلى قدها، وانا عايزه الوقتي اطلع الصدقه دي ليهم، فاعمل ايه؟ عايزه مثلا اجيب فرخه كده ولا 2 كيلو سمك ولا حاجه ولا كيلو لحمه، واروح اكلهم عند امي ولا عندي حماتي ولا خالتي ولا عمتي ولا اي حد مره في الشهر. وعايزه اللي انا اطلع الصدقه كده عليهم، ماشي ما يجراش حاجه زي الفل. دي برضو صدقه، وانتي برضو على حسب نيتك، وانتي برضو ايه، اطعام طعام وصدقه، وربنا هيبارك وهيزيد، وهم كمان هيحبوكي. ومش قادره اقولك يعني بصراحه، فعندك الصدقة دي بتقدري تطلعيها على كذا حال. فشوفي كده انت هتطلعيها على ايه. او ممكن تقولي لها والله يا ماما يا حبيبتي، انا لقيت الراجل عندنا عنده الفراخ ايه سكر، جبت لك فرختين وقلت اشيلهم لك، ولما اجي ايه هجيبهم لك او هبعتهم لك مع فلانه. يبقى انت كده جزاك الله خير، ولا رحتي كلتي معاها ولا اي حاجه، وبعت لها الصدقه بتاعتها بتاعتك ليها، ومفيش اي مشاكل ومفيش اي حاجه. وهي هتفرح بقى اللي انت بتفكري فيها واللي انت مش ناسياها. ومش قادره اقولك يعني، المهم كل واحد على حسب ظروفه. مش هنطول في الموضوع ده، لاني ايه الباب بتاع الموضوع ده كبير قوي وانا بعشقه وبحب اتكلم فيه قوي. ف هنسيبنا منه شويه، وبعدين هنبقى نرجع له في فيديو تاني في حاجات تانية ان شاء الله. الا قوليلي يا غاليه، هو انت شفتي الفيديو بتاع تكلفه المحشي؟ لو ما شفتهوش هسيبهولك تحت في صندوق الوصف او في التعليقات.
طيب وشفتي الفيديو بتاع ب50 جنيه جبنا اكلتين على يومين؟ برضه لو ما شفتهوش هسيبهولك تحت برضه في الكومنتات. العادة بقى الرابعة او الخطأ الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو العروض بقى والمهرجانات والكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو ايه؟ اشتري 2 وخدي التالتة مجانا. طب انا اصلا كنت عايزة اول واحدة عشان اشتري 2؟ مش عارفة والله، مش عارفة، شوفوا انتوا بقى. دي يعني مش قادرة اقول لكم ايه يعني بصراحة والله بجد ملوش اي مسمى غير ان دي جملة بتخلي ناس تصرف اضعاف اللي محتاجاه. دايما اسألي نفسك كده، لو مفيش عرض انا كنت هشتري ولا لأ؟ لو لأ يبقى بلاش يا غالية، بلاش تشتري يا حبيبتي. انا زي ما قلتلك اكتبي الحاجة قبل ما تنزلي في ورقة وفريزي تلاجتك، شوفي كده ما يبقاش عندك ليمون بايظ وفلفل بايظ. ايه تاني؟ انت عارفه بقى الحاجات اللي بايظه في التلاجة دي، ها مش عايزين نفتح. فايه، افرزي بقى الحاجات البايظه دي طلعيها، او لو مش بايظه الحقيها. لو القوطه خلاص هتستوي او كده صلصيها، ولو سليمه خليها للسلطه، خلي حبه للسلطه وبرده الباقي صلصيه. وشوفي اللي في التلاجة ايه وافرزيه كويس قوي، ولما تنزلي ما تجيبيش خضار على خضار، ما يبقاش انا عندي واروح اشتري، لا اروح اشتري بقى حاجة تانية. الحاجة التانية دي افيد واحسن. انا ممكن اصلا اوفر واجيب لي ربع كيلو بانيه يا ستي، اوفر واجيب لي كيلو سمك اللي هو بتاع السردين ده، على فكرة مغذي جدا يا جماعة والله. سمك السردين وسمك المكاريل ولا التونة، دول من افيد انواع السمك، لازم كل اسبوع تاكلوا منه مره حتى. والله العظيم انا مش عايزه اقول لكم اني وانا بكلمكم مبسوطه قد ايه وفرحانه قد ايه، حاسه ان انا مقعده اخواتي كده قدامي وقاعده بقول لهم اعملوا ايه والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اعملوا ايه وما تعملوش ايه، وروحي شوفي نضفي تلاجتك وروحي طلعي البايظ اللي فيها. واخدين بالكم انتم من الجو ده؟ والله العظيم بجد. تعالوا بقى ندخل على العادة الخامسة، وهي ايه؟ وهي المظاهر بقى والتقليد. يعني 3 اللي هي ايه؟ صاحبتي جابت شنطة جديدة انا كمان لازم اجيب، سلفتي جابت فستان انا كمان لازم اجيب، اختي مش عارفة جابت ايه انا لازم اجيب. لا يا حبيبتي مش لازم ولا حاجة والله، دي عادة خطيرة جدا. عايزة اقول لكم مش لازم نعيش في مقارنة دايما مع الناس، عيشي على قدك، افتكري دايما اللي بيبان ده مش حقيقي، مش هو ده الحقيقي. مش انا عشان لابسة كل شوية لبس جديد البيوت مقفلة ما نعرفش فيها ايه. هكمل لكم الباقي في فيديو